صباح الخير يا بنات. النهارده هنعمل محشي شيخ المحشي اللي هو بتنجان وورق عنب. نعمل ايه؟ طبعا المحشي ده غلبته كتير قوي. نعمل ايه بقى؟ خليكي ذكيه وشاطره واعملي وخلصي بسرعه. هتعملي هتحفري البتنجان من بالليل، بس ايه، متغسلوهوش، حطيه في كيس نايلون كده او شنطه بلاستيك وحطيه في التلاجة لغايه تاني يوم، وبعدين نقعيه في شويه ميه وملح، بس كده، وتحشي. وايه تاني؟ اعملي الطماطم اعصريها من بالليل او اعملي الخلطه بالليل، والخضره خليكي ناصحه اغسليها وحطيها في الفريزر. انا بجيبها بغسلها واحطها في الفريزر كميه كبيره واقطعها كده في اكياس، والمهم ان انا اشيل منها الهواء خلاص واحطها في الفريزر، بس بقطعها وبعدين اطلعها من الفريزر على هوريكم بعملها ازاي. الخضره طلعتها من الفريزر، اول ما اطلعها من الفريزر انا مكملها، بصي لونها ايه، لونها اخضر ازاي، دي يعني بقالها سنه بقطعها وبقوم اخدها وحطها في هنا شويه وحطها هنا بقى كده، حطيتها اهي، اخدت شويه اللي انا عايزاهم واقوم ايه ضرباها على طول وهي متلجه. اوعي تسيبيها تفك، تقومي ضرباها وهي متلجه. دلوقتي بقى هنشوفها تبقى شكلها ايه. خلاص تحطها كده ولا تحطها على توجعي دماغك خالص، يبقى عندك كل حاجه انت عاملاها عندك في البيت وبسرعه تخلصي. شوفوا لونها اخضر ازاي، بصوا. وهم حاطه بقى الرز والطماطم طبعا عاملاها مع من امبارح مع البصل مع الحاجات دي كلها، واقوم عامله بقى شغاله اهي الخضره خضره زي ما هي. يلا تابعيني، طبعا دي نصيحه على الماشي. خلاص الخضره هنا، غسلت الرز لسه حالا واقوم حطاها على الخضره كده احط، وبعد كده واول ما احط الرز كده على طول هكون غسلاه لسه، واقوم حاطه فوقه الطماطم والحاجات العصاك كده عليها على طول وهي سخنه، واقوم مقلبه. بص الرز بقى يشرب الحاجه بتاعته كلها. طبعا انا بعمل الفيديو ده مخصوص للعرايس الجداد اللي في البيت، اللي لما يكون عندها عزومه او لسه هي بتطبخ ومش عارفه تطبخ، فانا بديكم شويه نصايح عشان تبقي شاطره من اول. وتقلبي كده وتحشي، يبقى اصبح كل حاجه جاهزه عندك، كل حاجه جميله. والورق العنب انا بحطه برضو من السنه للسنه. بحطه ازاي؟ بحطه زي ما هو واقوم مطبقه كده، احطها فوق بعضه طبقات واحطه في الفريزر، بس اشيل الهواء منه، وبعدين لما يطلع اغلي الميه اقوم حاطه وهو متلج. اوعي تسيبيه فوق، تحطيه وهو متلج وبعد كده تشطفيه وتلفي زي ما انت عايز، بيبقى اخضر وجميل وزي الفل. نصيحة على الماشي. يلا لحبايبنا العرايس الجديدة، تعملي ايه المحشي؟ شوفي النصايح هقولك من اولها لاخرها. نمسك المحشي كده نقوم حاطين الرز كده نحشيه كده، بصوا ما نملهاش عشان هي هتستوى. الرز هياخد ايه، هيستوى ويطلع لفوق. بصوا يعني اضغط كده، شوفوا كده يبقى حلو قوي اهي. شوف ازاي كده، بس عشان لسه الرز هيستوي هيطلع لفوق. المية غلت هنا، نحط ورق العنب على طول، ده نطلعه من الفريزر. بصوا لونه اخضر ازاي، يدوب يغير لونه نطلعه نحشيه.